يا من حلفت ألا تكلمني كلم غيري اللي قال لي أسمعك أنا. وبيكلم هو عشان إحنا نسمع. يقول له يا أيها النبي اتق الله. يعني هو كان في حد أتقى منه؟ ده التقوى كلها كده 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 ملمومة في قلبه. قال التقوى ها هنا. أيوة. فروح كل واحد فيكم ظن إنها في قلبه هو، مع إن التقوى في قلب النبي. وإحنا نقدر نجيب منها على قد صلاتنا على النبي، فتتبدل أحوالنا إلى مراقي أهل التقى. فهمنا؟ لما يقول لك التقوى ايه؟ ها هنا. رحت انت بتدور عليها ها هنا عندك، ما هتلاقيش غير الفالنة والجلابية والحاجات اللي ماشي تتفاخر بيها على خلق الله. مفيش حاجة. وتحت دول بقى حاجات لو طفحت ما حدش يقرب منك. تقوى ايه اللي ها هنا؟ بتدور عليها عندك انت؟ يا راجل حرام عليك، مش هتلقى حاجة. عشان كده عمال تصحى وتقوم وتتكسر وتمشي خطوتين وتقع تاني. ما انت فاكر ان التقوى ها هنا. لا، التقوى ها هنا المتكلم. على قد ارتباط ها هنا عندك بها هنا عنده. يفضل الحنين يقربك منهم ويوصلك بيهم. واوعى يا ابني في يوم من الايام تعمل واحد منهم. ده النبي والمهاجرين والانصار، وربنا بيخاطبهم بطريقه لقد تاب الله على النبي. امال يقول عليه يعني؟ يقول ايه عني يعني؟ يقول عننا احنا ايه؟ يقول عننا تاب علينا. امال لما دول اهل الكمال المطلق والقرب المحقق والارث النبوي المعتق، كل هؤلاء الذين يعني فتق لهم عن صباح الحضره فرأوا المشهد الاعلى بلا غيم ولا غيب ولا غير. رأوا صفاء اليقين، رأوا طلعة الحق المبين. أولئك الذين كانت تتنزل الآيات في حضرتهم وفي مشاهد روحهم وغدوتهم. أولئك الذين تكلمت الآيات عنهم قبل خلقهم. أولئك الذين تحدثت الأزلية عنهم في محراب الأبدية فصاروا هم همزة الوصل بين الأزل والأبد. أولئك الذين صفى لهم غبار الدنيا وانجلى لهم حضرة المشهد الأعلى. ويقول لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. إيه ده؟ وبعدين ثم تاب عليه. يبقى احنا يعملنا ازاي؟ فاوعى يا ابني في يوم من الأيام يخيل إليك أنك سيدك، ولا بد أن تروح وتغدو في حلل من شمائل سيدك من غير أن تظن يوما أو تتوهم فهما أنك سيدك. فهمنا؟ تروح وتيجي في جلبية شيخك من غير يوم من الأيام ما يجي لك خيال. واحذرهم أن يفتنوك. تاب يعني رضي. تاب عنه يعني إيه؟ رضي. رضا على رضا. وهذا يستقيم بالمعنى. زي ما قال لك لقد ضحك الله من صنيعكما. ضحك يعني غفر، عافى، رضي. فتاب هنا لا تفسر إلا بمعنى إيه؟ رضي. ثم تاب عليهم وازداد رضا. لما كنت بقرأ مرة في سورة يوسف يقول وإن كنت من قبله لمن الغافلين. غفلة إيه؟ تيه عن الخلق في الحق. إذ أنه كان قبل الوحي لا يرى إلا الله. لا ليه دعوة باللي عاش ولا اللي مات ولا اللي تحيي ولا اللي كذب ولا اللي صدق. هو مع الله غارق لا يرى الخلق. لا يرى ايه؟ لا يرى الخلق. فكان القرآن بالنسبة له هو العين الأخرى التي أعطيها قلب النبي ليجمع الله له بين الخلق والحق في آن واحد. فلا يرى الخلق فيحجب عن الحق ولا يحجب بالحق عن الخلق، لأنه مخلوق ليكون رحمة للعالمين.